خلينا نتكلم النهاردة عن كتاب جديد وهيفيدنا كتير، وهو كتاب أفكلما اشتهيت اشتريت. الكتاب ده مش مجرد كلمات، هو نبض، شهقة ولهفة وصراع داخلي في نفس الوقت. الفصل الأول بيتكلم عن الكلمات بين الرغبة والاستهلاك. الفصل ده الكاتب بيكلمنا عن الكلمات مش كأداة للتعبير بس، لكن كأداة لخلق الرغبات. الكلمات هنا مش مجرد كلام بنقوله، دي أداة بنستخدمها علشان نعبر عن الاشتهاء بتاعنا. اشتريت يعني إنك بتستبدل شعور بحاجة تانية، فممكن تبقى كلمة اشتريت مش بس عملية شراء حقيقية، لكن هي محاولة لامتلاك حاجة روحية أو معنوية. الكتاب بيحاول يخلينا ننتبه شوية إننا بنشتري الكلمات زي ما بنشتري السلع بالظبط. بنشتري الكلمات عشان نلبي رغبتنا، أو علشان نقنع نفسنا إننا وصلنا أو وصلنا للي بنتمناه. بس في الحقيقة بنكتشف إن الكلمات دي مش مجرد أو مش دايما بتدي لينا الراحة اللي كنا متوقعينها. الفصل التاني وهو اسمه الكلمة كسلعة أو أداة للهوية. في الفصل ده الكاتب بيركز على فكرة إن الكلمات بقت سلعة في عالمنا، في السوشيال ميديا، في الإعلانات، في كل مكان بنشوف كلمات بتتسوق زي أي منتج تاني. والكلمات دي مش مجرد حاجة بنقولها، لكن بتشكل الهوية بتاعتنا. هل الكلمة اللي بنقولها بتعبر عن نفسنا فعلا؟ ولا دي مجرد كلمات بنستخدمها علشان نبين للناس مين إحنا؟ الكلمات أصبحت أداة لعرض الذات أكثر من كونها تعبير حقيقي عن مشاعرنا أو أفكارنا. الكاتب بيوضح إنه في عصر الاستهلاك بنشتري كلمات زي ما بنشتري منتجات، وبنتداولها علشان نثبت قيمتنا أو علشان نتماشى مع المعايير الاجتماعية. الفصل الثالث وهو بيتكلم عن الوعود الكاذبة للكلمات. في الفصل ده بيطرح الكاتب فكرة إن الكلمات بتوعدنا بحاجة، ولكن في النهاية الوعود دي كاذبة. وكم منا اتوعد بكلام كتير وأوقات كتير وأحلام كتير وكلها طلعت كذب في كذب. الكلمات هنا برضو تقدر إن هي تكون على شكل كذبة. الكلمات اللي بنشتريها أو بنسمعها بتوعدنا بالسعادة أو بالنجاح أو الرضا، لكن في النهاية هي مجرد وعود ما بتتحققش، وكمان ما عندناش الأكيد منها إن هي تتحقق. الكلمات هنا ممكن تبقى زي الحب، القوة، النجاح، كلها كلمات بتدينا إحساس مزيف بالتحقيق، لكن في الحقيقة مش بتوصلنا للي احنا عايزينه. الكتاب بيقول إننا مش بنقدر نعيش على الكلمات دي لأنها مش حقيقية. الفصل الرابع وهو التحرير من عبودية الكلمات. وفي الفصل ده بيقول الكاتب إننا ممكن نتحرر من قيود الكلمات دي. والتحرير هنا مش إننا نبطل نقول كلمات، لأ، لكن إننا نبقى واعيين للكلمات اللي بنستخدمها، ونفهم إن مش كل كلمة بنسمعها أو بنقولها بتعبر عن الحقيقة. التحرير يعني إننا نبطل نشتري كلمات عشان نعيش بيها، بل نعيش حياتنا بصدق ووعي. الكلمات الحقيقية مش من بره، لكن جواك. لما تكون صريح مع نفسك الكلمات اللي بتستخدمها بتبقى أقرب للحقيقة. وفي الآخر الكتاب ده بيوعدنا إننا نفكر في علاقتنا بالكلمات. هل إحنا بنشتري الكلمات عشان نشبع رغبتنا فعلا؟ ولا الكلمات هي مجرد وسيلة نستخدمها لكي نجذب انتباه الآخرين؟ الكتاب بيخلينا نعني إيه هي الكلمات كويس قوي، وإيه هي الكلمات اللي نقدر نقولها بصدق
أو بكذب، وإن الأهم هو إننا نعيش بصدق بعيد عن الوعود الكاذبة اللي بتوعدوها للناس ومش بتحققوها. ودي كانت نهاية الكتاب. أتمنى يكون عجبكم. فكرته بسيطة وصغيرة جدا ومش بيتكلم كتير في تفاصيل، وملخصه كمان جميل جدا، وهو الهدف إن احنا ننتقي كلماتنا قبل ما نقولها، بلاش نكذب. وياريت كمان الناس متوعدش بحاجات عمرها ما هتقدر إن هي تحققها، أو حاجات هي تكون كبيرة عليها، لأن ربنا ذكر في القرآن والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يعني معنى كده الكلمة عهد فعلا، ولازم اللي يوعد حد وياخد معاه عهد يكون سيف على رقبته. ده الكلام المظبوط. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش لايك، تشتركوا كمان في القناة بتاعتي عشان تسمعوا الكتب الجديدة. بحبكم جدا، شكرا.